واحد الوزير ديال المياه والري في واحد المؤتمر كيشكي، قال لهم المغرب قطع علينا الماء وداك الشيء. حاشا حنا ما نقطعوش على خوتنا بطبيعه الحال، حنا كنبغيو خوتنا الجزائريين، ما يمكنش نقطعوا عليهم الماء. ولكن كما حررتي العرجه بميكرو بمكبر، تقدر تحرر البراج بمكبر. ولكن حنا بطبيعه الحال ما نقطعوش على خوتنا الماء، لا حاشا، لانه الماء بطبيعه الحال عليه علاش الدنيا واقفه. المهم ما علينا. باش الجزائر بطبيعه الحال وفخامه الرئيس الجزائري يوفر الماء للشعب كله، اش دار؟ قال لك غادي نحلي مياه البحر. مزيان، سي من بون شوز، تجربه زوينه. مشى كيتقدى الماتيريال. اليوم جاتو واحد الشحنه من برا. هاد الشحنه باش جابوها، حيت الجزائر ما عندهمش طائرات تجاريه كبيره، ما عندهمش دي زافيون كبار باش يهزوه، مشاو كراو واحد الطياره. كراو هاد الطائره من عند اوكرانيا. دابا هاد الطائره هادي سميتها اونطونوف ان، عقل معايا، كتبوها في جوجل الا بغيتو، اونطونوف ان 124. وحده من بين، كانت واحد الوقت هي تصاوبت في الثمانينات، في 1982. الطياره كلها مشاكل، دائما كطيح بالمناسبه. ما علينا، قلبوا على لي زانيكدوت لي زانسيدون ديالها غتلقاوها بانها دائما كطيح. ما علينا، الجزائر مشات كرات ديك الطياره اونطونوف ان 124. قلبوا عليها في جوجل، كراوها وجابوا بها داك الماتيريال، 79 طن ديال الماتيريال. امور بخير وعلى خير. استلموا اليوم ديك الشحنه ديال سميتو. خرج المسؤول ديال السوناتراك في تصريح لوكاله الانباء الجزائريه وفي تصريح للاعلام الجزائري، وهذا الشيء بارطاجته وكاله الانباء الجزائريه، التلفزه الجزائريه الرسميه، هذه سته ديال السوايع، قناه الجيري 24 الرسميه بطبيعه الحال، وجميع القنوات كلهم كيقول لك بانه الجزائر استلمت شحنه من 79 طن على متن اكبر طائره تجاريه في العالم. انا حيت ما قاريش بزاف، قريتي على قد الحال، شديت داكشي اللي قال اونطونوف ان 124، كتبتها في جوجل. اش كتعطيني؟ هو قال اكبر طائره في العالم. لقيت بانه اونطونوف ان 124 ماشي هي اكبر طائره في العالم، من اكبر الطائرات في العالم. ولقيت بانه اكبر طائره في العالم هي اونطونوف مريا ام ار اي ايغريك، اي ديال اليونان، لو اي غريك ا. اونطونوف مريا هي اكبر طائره في العالم. والمسؤول الجزائري د السوناتراك الكذاب خرج تيقول لي اكبر طائره ديال الشحن في العالم، اكبر طائرات الشحن في العالم. شوفوا المسؤول الجزائري اش قال، تيكذب على العالم ولا تيكذب على راسه. هذه الاخبار الاولى. المهم مبروك عليكم الخوت.